على الإخوات الآب والابن والروح القدس عملته قدرته رحمته وبركاته للآب والابن الآبدين. الأول واحد بيستفسر بيقول مقيد بقيود كتيرة سببها تعودي على الخطية من زمان، عمر طويل في الخطية، سقطات متتالية وكثيرة. المهم قال لي بقى أنا مش راضي عن نفسي، أشعر بالذنب ومش هقول إن الظروف أو الناس أو البيت هي اللي بتوعدني بالغلط، أنا السبب في حالتي دي. هل لي رجاء إن حياتي تتغير بعد المشوار الطويل ده بالخطية؟ هل لي رجاء إن أنا أتخلص من القيود دي وأتحرر منها؟ جربت حلول كتيرة فردية، جربت الإرادة وفشلت، جربت العزيمة وفشلت. أنا حاولت لكن ده سؤال حلو جدا لسه حالتنا كلنا على إن في ناس غرقانة بالخطية وعاوزة تطلع، عاوزة تتحرك من الخطية دي، بس القيود ربطها. هو عامل شوية تجارب، شوية التجارب دول ما جابوش نتيجة. عشان كده بيسأل ايه الحل؟ ايه الرجاء؟ ايه الامل اللي ممكن ننجح فيه؟ الاول في نقطة مهمة جدا، انا فرحان بصاحب السؤال دوت لانه بيدين نفسه. صاحب السؤال بيدين نفسه، مش بيلقي المسؤولية على غيره، لا ده هو اللي كان تحت من جواه مش من براه. عشان كده هو أول خطوة من خطوات الدولة الناجحة إنك تعرف إنك أنت خاطئ ومحتاج تعدي وكاسر إنك توصل الله وخايف من حبة إله. الكلام النهارده عن الإله الطيب اللي يقدر يعمل معاك أكبر معجزة، وهي معجزة التوبة. وقال عنها داود النبي اسمع معايا آية ويرى ذلك أعدائي فيغزو. داود عاوز معجزة، المعجزة دي اللي هي معجزة التوبة. عشان كده مع المسيح يبقى سهل جدا انك تصل لحل كامل وتحرير كامل من قصه القيود العبوديه دي. هو ده نوع من الادمان. الادمان مش ادمان خمره او ادمان حاجات معينه، خمره مثلا، لا، في نوع من الادمان
طول الهروب منفذ تنجي نفسك منه. دي متوقف على صدق توبتك ولا كراهيتك للخطية. هل أنت صادق في قصة التوبة؟ حكيت سليمان معلمنا بولس بيقول لا تضلوا المعاشرات الرديئة توصل للأخلاق الجيدة. أنت بتتمنى التوبة لكن في نفس الوقت عاوز تحتفظ بعادات معك. ده معناها إن لسه التوبة لها جذور، الخطية لها جذور في حياتك. ربنا طيب جدا وعاوزك تقابل التوبة دي وتنجح فيها، بس بشرط تسيب الشدة مكان الخطية. شوف أشعياء في الإصحاح الأول بيقول إيه؟ لا زالوا شر أفعالكم من أمام عيني. لا زالوا شر أفعالكم من أمام عيني. إن كانت خطاياكم كالقرمز أبيض كالسماء، وإن كانت حمراء كالتوت تصير كالصوف. خلي بالك القرمز والدود بيستخدموا في الصلاة. يعني حياتي مصبوغة بالخطية. حياتي كده خلاص يا ماما، حياتي كده مصبوغة بالخطية. وعشان الواحد يخلص من الصدمة ديت الحاجة الصدمة فيها يقول اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني. الإنسان الخاطئ يحتاج عملية عزل حقيقة عن المعنى. بتجد أن الإنسان الخاطئ بتجد الكنيسة بالمجلسات بالاجتماعات ونصلي نقول اقطع عنا كل نبضات الخطية. أخذ حتة في القداس نصليها سرا نقول اقطع عنا كل نبضات الخطية، كل الأسباب بتاع الخطية. وعشان كده هو الكنيسة هيتم عزلك عن الشلة وعن القهوة وعن أصحاب المتعدين والأصحاب المعصرين. الكنيسة هتتم العزل بتاع الأول. وهو ده كان سبب نجاح النظام. النساء تكون بعيدة، ساب الشلة وساب الأصحاب ونجح يتعزل في بيت أبوه. بيت أبوه اللي كانوا في الأول أصبح بيحبه، فرحان ببيت أبوه. نجح عليه الضال إنه ساب الكرة بعيدة واحدة. تعال على السامرية، إزاي السامرية نجحت بتوبتها. السامرية اتعاملت عن 5 أزواج سابقين. تخيل عن 5 حتى السادس اللي بيتها يسدسها. واحدة معزولة عن كل أسباب. أنا كنت نفسي في مليون حاجة. توبتها كانت قوية. بس أنا جوه. ماشي. يا رب كده بالخطر كان الأحيان بيقولوا دوت تلاقي مكانه كل تلاقي واقع كده بكل قلب. يعني ازاي الإنسان ياخد الكلام ده لنفسه، يشوف الكلام ده ما يخصنيش أنا، الكلام ده يخص حد. لا، خلي الكلام ده لسه جدا. مفيش علاج غير
4 يوم شغالين 3 4 الصبح 5 الصبح أنا بحسيتهم يجيبوا الوقت كاملين ويجيبوا فترة على الصلاة والضحك إزاي تبقى في توبة وفي شلة محسنة بتتكلم كلام أفضل باستمرار. عشان كده الهروب نيجي على الهروب بقى أقول الهروب عن سلبي وتبقى الإنسان عرضة للسقوط مرة تانية. الهروب سلبية عاوزة يتبقى الهروب حاجة تانية. عاوزة بعد ما ترى تجاهد إنك مؤسسة قوية وحية مع المسيح. هو ده الجهاد الإيجابي اللذيذ. إزاي تنجح بعد ما تتعزل عن مكان الخطية إنك تعمل علاقة مع المسيح. ده منهج حلو جدا يساعدك في الاختراق. الكتاب بيقول من يعمل خطاياه لا ينجح. اللي يكتب خطيئته ملوش نجاح. ومن يقربها ويتركها يرفع. تبقى الرحمة يصيب الإنسان اللي يعمل الخطيئة بتاعته. قراية الإنجيل هتديلك قوة ضد ضغط التجربة. سلاح الإنجيل سلاح. اللي بيهمني السلاح ده اللي بيرميه يبقى عاوز الهلاك. عاوز تأثر كلمة ربنا لقلبك. عاوز تنتصر وتفوز بالمواعيد. لازم بقى تقرا الإنجيل وكمان تصلي وتعمل الرسائل وتتناول بالجملة كده. تعيش جو روحي بالجملة كده. تبقى عايش الجو روحي مشتاق. وده أنجح علامة لكل نفس عاشت فترة طويلة في الخطية نفسها بقى تزرع. يقول وجدت بلاد حر فأكلت يأكل بلاد. وهتحتاج في توبته إن يأكل الإنجيل على الأقل وهكذا 3 طبقات في اليوم. يبقى الإنجيل سهل إن يقرأ 3 4 مرات في اليوم. تهربنا من الخطية وإخواتها بس يبقى وجدنا المكان. الخطية هتتحكينا تاني واحتمال نطلع أو نيجي ليها ومن هنا تيجي النكسة وعدك كويس وبيحضر النساء وبيقدم توبة. لكن جات له نكسة. سبب النكسة إيه؟ سبب النكسة إيه؟ إنه هرب من الخطية بس ووقف مكانه. ما عملش حاجة جديدة. الأمر عاوز كم الهروب حاجات تشغلك. حاجات مخيلة تاخذ أفكار. الأفكار كلها مركزة في المسيح. اسمع برس الرسول يقول لك الميزون
يعني يطلع شغله ويعيش مصرية بالكامل. أخذ بالكامل نقطة تدينا الضمان في حياة الدولة، ضمانات النجاح في حياة الدولة. دول من المشاريع اللي ربحيتها مضمونة، مشروع مش مغامرة، لا الربحية بتاعته مضمونة. ربحيته ايه؟ تنجي من الهلاك الأبدي وتنجي من نار جهنم. نقطتين مهمين جدا في ربحية التوبة أو نجاح التوبة. مثال التوبة توافق مشيئة الله. الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق. توبة صادقة الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ضماناتها بسبب وعود الرب شخصيا يقول الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متراضيا عن أهل الكلام. الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متراضيا عن أهل الكلام. في ضمان أكثر من كده من ربنا. وعد صادق جدا. ويقول أعود أسمى خطاياكم. طالما قدمت توبة يبقى الخطية هتروح من عليك خالص. النجاح بحق حياة التوبة من ضمن ضمانات الرب لي الرحمة الكتيرة. ربنا بيدينا رحمة عشان نتوب. آية حلوة بتقول لولا أن رب الجنود أبقانا بقية لشباب سدوم وعمورة. لازم يبقى فيه وقفة ضد الخطية والسبلة إن التوبة دي ربحيتها مضمونة. الكتاب يقول لا أعود أذكر لكم خطاياكم. كل الماضي بتاعك الأخضر. حاجة تانية حلوة في قصة التوبة دي وضع التوبة الستر. يستر عليك كل خطاياك. أنا فاكر لما المسيح جاي يكتب الخطايا بتاع المرأة المظبوطة بذات الفعل كتبها على التراب. انت ماشي تنساح وفي نفس الوقت فاكر ان ناقص اسمه على كده. يعني اسم انا منبوس انسان، لكن خطيئتي مكتوبة على التراب سهلة جدا ان هي ربنا يرزق ويتمنى وينجح مع الصدر قصة التوبة. الله يريد أن جميع الناس يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. كل سنة وأنتم طيبين.